طلبت يا إخوان إفطار مديني كامل، والشيء الحلو يا إخوان إنهم مجمعين لكم في إفطار كامل أو الأكلات اللي أهل المدينة يفطرون فيها. طبعا هذا الفول اللي يقدمونه بالطريقة المدينية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مقطع جديد. مقطعنا اليوم إن شاء الله راح يكون في مزرعة من المزارع، وفي نفس الوقت إيش تقدم أكل سعودي، يعني مرة كذا على الآخر. والشيء الكويس في المكان إيش إنه قريب من مسجد قباء مرة. كزائر إذا جيت للمدينة المنورة أو إذا جيت لمدينة من المدن أكيد أحب يكون جنب معالم من معالمها إيش مكان يمثل هذه البلدة أو يمثل هذه المدينة. وبما أنكم تدورون أماكن زي كده حبيت إيش إني أصورها لكم. إذا ما كنت مشترك بالحساب لا تنسى تشترك وتدعمنا باشتراكك هذا وتضغط على زر اللايك برضه كمان. ولا تنسى يرحم والديك. رأيك ترى يهمني، إذا عجبك المحتوى تنتقد تمدح أعطينا رأيك في التعليقات. عسى لا نطول عليكم. مشينا ما بينه وبين مسجد قباء إلا المستشفى وبرضه كمان المبنى هذا، فعشان كذا يعتبر من أقرب المزارع حرفيا لمسجد قباء. وكعابي أقدر أكعبها كذا وأوصل للمسجد. زي ما انتم شايفين نحن في بداية الصباح الآن، وهذه الشمس بتشرق ومع أجواء استكنانية ليفل مليون. غير كذا البرد يا إخوان عندنا فجأة جاء على المدينة، له تقريبا ممكن أسبوع زي كذا. والله إنه أطراف يا إخوان بالقوة يا إخوان أحركها، يعني بدأت أحس تصلب كذا، وحتى رموشي بدأت تتجمد. الجو عندنا تغيرت ولله الحمد. أول ما دخلت يا إخوان لقيت هذا الباب، وهذا الباب يا إخوان ممكن أتوقع إنه باب قديم أو شيء زي كذا، لأنه كل شيء حرفيا في المكان اللي قدامنا مرتب وجاي ما شاء الله كذا بإتيكيت مدري إيش حلو. يعني بدنا نقول استغفر الله كلمات إنجليزية، فعشان كذا بمظهر حلو يعني. إلا هذا الباب هذا يا إخوان زي ما انتم شايفين جاي كذا كأنه قديم. وحتى شوفوا الباب من كثر ما إنه اتفتح وتقفل فاحتمال إنه باب قديم مرة. في نافورة هنا يا إخوان، وبرضه كمان طاحونة ماء. تخيلوا زمان من هذا الشيء كانوا يطلعون الكهرباء، ويمكن اليوم أنا ذا في أماكن ريفية وكذا تلقون يطلعون الكهرباء من الطاحونات اللي زي كذا. بس طبعا الطاحونات هذه ما تشتغل إلا في أماكن فيها دفع مياه أو مجرى مياه قوي زي طاحونات الهواء وزي كذا. معلومات بديهية يعني ما يحتاج يعني أوريكم المدق. تخيلوا أنا شايف مبنى أتوقع إنه له فوق 100 سنة، والله لو تشوفون قديش إنه قديم مرة قديم. طبعا بعد شوية راح ندخل من هذه الجهة ونروح لكيلة، بس قبلها هذا زي ما تشوفين هذا البيت والله قديم مرة قديم. وهذه من البيوت التراثية حوالين المزرعة وفي نفس المكان. تخيلوا حافظوا عليها ولا هدموها، يعني كويس إنها تعطي جو للمكان. أنا صورت هذه القراب وعرضتها على جوجل، وعلى حسب اللي قال لي إنهم كانوا يصنعون فيه العصير وكذا، فنبغى القدامى منكم في التعليقات يعطون الخبر عنه وإيش كان استخداماتها. هذا هو المكان. بالنسبة للأكل اللي قدموه ما شاء الله تبارك الله، طلبت يا إخوان إفطار مديني كامل، والشيء الحلو يا إخوان إنهم مجمعين لكم في إفطار كامل أو إفطار واحد كل الأكلات اللي أهل المدينة يفطرون فيها. عندكم لبنة الزيتون هذا هو اللي طالع معاكم زي ما انتم شايفين، وبرضه كمان إيش الفول. شوفوا الفول المدينة كيف بالطريقة المدينية، وحاطين عنب في النص بتقديم مرة فخم. وهذه برضه كمان أحد الأكلات الموجودة، ولا ننسى الشكشوكة والشاي في الأخير الحب زي ما انتم شايفين. فراح نجرب الآن معاكم يا إخوان هذا الفطور في هذا المكان الجميل واسمه كيلة. تقدروا تكتبون في جوجل ماب ويوصلكم مباشرة لنفس هذا المكان. الشيء الحلو طبعا في الشاي اللي يقدمونه قبل لا نخش في الأكل إنه يجي مع الورد المديني، يعني تقدم الشاي بطريقة مدينية. بسم الله. كل شيء بالتراث المديني، حتى الجو اللي راح تلاحظونه في المكان هو الجو المديني يا اخوان، يعني من ناحية النخيل وبرضه كمان حتى المجالس العربية والأكلات اللي يقدمونها بعد. فتقدر تقول إنه أفضل مكان ينقل لكم فيه الثقافة المدينية والثقافة السعودية بعد بشكل عام. فبنجرب الحين الإفطار المديني، وهذا هو الحب زي ما انتم شايفين اللي يقدمونه. كلفني هذه الصحون كلها، هذه الوجبة كاملة يا إخوان تخيلوا 49 ريال بس. يعتبر سعر جيد بالنسبة لي، أشوف إنه سعر كويس. فاكتبوا لي رأيكم.
تصدقوا حلو، بس تمنيت لو بديت في الفول. طبعا هذا الفول اللي يقدمونه بالطريقة المدينية. والله انه فنان. وهذه الشكشوكة يا اخوان. ما شاء الله تبارك الله، والله انه افطار لذيذ وكل شيء فيه موزون وحلو مرة. وانا الان بس جربت الشكشوكة والفول وبرضه كمان اللي قدامكم. وكويس انه الزوار يجون دائما في الاماكن اللي زي كذا. انا اشوف انه مكسب لنا والله، لانه ينقل الثقافة والتراث المديني بشكل بحت وجميل جدا يعني لا زاد ولا نقص، بالعكس اظهره باجمل صورة. حتى الفول والله لو تجربونه شيء حاجة فخمة. بالنسبة للأكلات اللي يقدمونها، إنه ما يقدمون بس الإفطار المديني، لا ما شاء الله تبارك الله في إفطار ثاني غربي مثلا أجنبي أمريكي اللي هو فريش توست مدري إيش اللي نادى عنه. فحتى للزوار الأجانب كويس إنهم يوفرون لهم هذه الأكلات. عجبني، أقدر أقول لكم عجبني المكان. ويا ليت إن الزوار حتى إذا جو لمسجد كوبا يمرون على الأماكن اللي زي كذا، خصوصا إنه المزرعة اللي أنا فيها والمكان اللي أنا فيه مع الأجواء الجميلة. ارفعوا الكاميرا شوفوا. والأجواء اللي أنا فيها حاليا إنه كل شيء فيها حرفيا يدل على المدينة، يدل على مدينتنا. فنقطة إيجابية مرة حلو. فكون الزوار يأخذون هذا المكان معلم من المعالم أو مكان من الأماكن اللي يزورونه إضافة حلوة، لأنه عن طريق هذا المكان بيتعرفون على أكلنا ويتعرفون برضو كمان على تراثنا. وهذا الجبنة الحارة زي ما انتم شايفين حاطين الزيتون بعد جزء من الافطار، وكمان الخيار والطماطم. انا بالنسبه لي والله نشوف انه سعره طيب للتنوع اللي احنا شايفينه، وبرضه كمان الاطلاله والمكان. الجو مره يساعد. طبعا من الصحن اللي حاطينها في الافطار المديني هذا الصحن، وهو إدام البطاطس. هذا زي ما انتم شايفين. طبعا الأسمر بالنسبة لي أحسن، أفضله على الثاني. ونخش يا إخوان في الصحن اللي بعده. هذا الصحن يا إخوان مقدمين فيه اللبنة، والله إنه شكلها حتى في التقديم شيء مرة حلو ما شاء الله. وكمان مغرقين الصحن كله، فهمت؟ تخيلوا هذا كله لبنة يشيلون كذا ما أدري، وسعرها 49 ريال بس. ما شاء الله تبارك. وهذا المكان يا إخوان زي ما انتم شايفين، والله حساف اللي ما لحق المكان. اما بالنسبه للبنه اشوف انه عاديه نفس اللي نذوقها دائما، بس انه عليها اضافات شويه وكذا، وانه تقديمها حلو ما شاء الله. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك. والله جلست اتاملها اقسم بالله. طبعا هذا المجالس والاماكن اللي تكلمنا عنه. وهناك يا اخوان في منطقه مقفله يعني بالقزاز وكذا، تقدروا تدخلونها اذا حبيتوا تبعدون عن الازعاج او عن الاماكن المكشوفه. وقبل لا اخرج يا اخوان كلمتهم يحطوا لي هو سفري، وبس كذا وصلت المقطع. اذا عجبك المقطع لا تنسى اللايك والشير وتشترك بالحساب. كان معاكم احمد من قناه نسمة المدينه. يا اخوان ما بتبقى لنا شيء على 100,000، فاذا ما كنت مشترك اشترك، واذا كنت مشترك وعجبك المحتوى انشره لاقاربك لاخوياك زي كذا، على اساس ان نوصل ان شاء الله لل 100,000 في اقرب وقت. اشوفكم في الفلوقات الجايه ان شاء الله. كان معاكم احمد من قناه نسمة المدينه. السلام عليكم. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني
إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون